سمو الأمير، مساك الله بالخير سمو الأمير. اهلا وسهلا، مرحبا اخوي. حياك الله. علي امسي عليكم بالخير وعلى اخي ماجد. الله يحييك سمو الأمير. على الكابتن عبد الله الشريده، والكابتن عبد الله طبعا كان لاعبنا وله تقدير كبير، والكابتن ايضا وليد الطرير نتذكر هدفه في كاس العالم للشباب. اكيد من ينساه سمو الأمير، اكيد طبعا. حياك الله معنا سمو الأمير. اهلا وسهلا ومرحبا. بالنسبه لموضوع احمد الفريدي بس نعم. احب يعني سبب المداخله نقطتين. النقطه الاولى انه لما يكون في لاعب منضبط وخلوق زي احمد الفريدي صحيح، يعني يكون في نوع من علامات الاستفهام الكبيرة عندما يحدث أمر مثل هذا. صحيح صحيح. في ناس قالوا لنا أو في ناس تساؤلات جمة حصلت إنه لماذا أعلنت الإدارة مضمون الرسالة؟ وهل كان بالإمكان مثلا، حتى هذا كان على فكرة لما ناقشنا الأمر بالمناسبة، الاجتماع اللي كان وفق ما ذكرته الصحيفة المتميزة الجزيرة، الاجتماع اللي كان بينه وبين الأمير نواف والأمير سامي ما كان له علاقة بموضوع الفريدي، كان له علاقة بمباراة الأهلي وكيفية التعامل معها، وإنه كان سامي اجتمع مع المدرب قبل حضورنا للتمرين عصرا، يعني كانوا مجتمعين، فكان سامي يبلغنا كيف المدرب يفكر إنه يلعب في مباراة الأهلي، كان في بينهم نقاش فني، فكان هذا هو محور الاجتماع اللي كان بينه وبين الأمير نواف وسامي. الموضوع اللي كنا احنا الحقيقة يعني أعضاء مجلس الإدارة موجودين، وكنا على برا الملعب يعني على كراسي الاحتياط. نعم. وتناقشنا في الأمر، كان عندنا خيارين، إما أن نقول أنه غاب بدون عذر اللاعب، لأنه مثل ما تفضلت لاعب كبير زي صحيح. أحمد الفريدي ولم يحصل من أول ما مسكت النادي أنه غاب عن تمرين واحد إلا بعذر. صحيح. يعني لي 4 سنوات الآن لم يحدث أنه غاب أحمد الفريدي عن تمرين إلا بعذر، فبالتالي هو أمر مستغرب أنه يغيب تمرينين وراء بعض. فكان أمامنا أحد خيارين، إما أن احنا نقول أنه اللاعب غاب بدون عذر، أو أن احنا نأخذ بالرأي الثاني اللي حصل، اللي هو أنه نعلن أنه الحادثة اللي حصلت. تفاصيل الرسالة. طبعا سبب اختيارنا للموضوع الثاني هو ببساطة ما يلي، أن أنا شخصيا بعد ما أرسلت الرسالة يوم الخميس أبلغني بالحقيقة ما أبلغني، لقيت الرسالة نصا موجودة في تليفوني، فكلمت خالد المغيربي قلت له هذه الرسالة من مين؟ فقال لي من أحمد الفريدي. فما كان مني إلا أني اتصلت على تليفونين عندي لأحمد أكثر من مرة وما رد علي. اتصل في أحد من أعضاء الشرف الأعزاء أيضا لم يرد عليه، اتصل عليه المغيربي أكثر من مرة، وهشام الحيدان أظن، أو يعني الإدارة اتصلوا عليه برضه ما رد يعني. فبالتالي اللي خلانا مثل ما قلت ان احنا نعلن الموضوع انه حصل قبل يوم الجمعة في الليل جتني رسائل عدة من عدة صحفيين انه ما هي قصة تمرد احمد الفريدي. طبعا وبعدين قبل التمرين بساعات عديدة كان موجود مكتوب في تويتر عند اكثر من اعلامي منهم الصحفي المتميز احمد العجلان انه حصل يعني تفاصيل ما حدث. طبعا في ناس تقول انه خالد المغيربي هو اللي سرب هذا الامر، وانا اؤكد انه هذا الامر غير صحيح لسبب بسيط. خالد المغيربي عنده مئات الاشياء التي يعني تدخل في نطاق السرية بالنسبة للنادي منذ 4 سنوات ولم يخرج منه اي شيء. بس سمو الأمير إذا سمحت، بس جزئية بسيطة هنا، كان في مداخلة أحمد استفسار مباشر أو تساؤل مباشر، يقول لك إيش معنى هذه الرسالة هي اللي سربت للإعلام بينما لم يسرب من قبل أمور كثيرة داخل نادي الهلال؟ أنا أقول لك على شيء، في نهاية الأمر لما يغيب أحمد عن تمرين يوم الخميس وأنا يجيني قبلها برسالة، أنا أؤكد لك أنه التسريب ما هو من طرفنا، لأنه أساسا الموضوع هذا كان في أضيق نطاق. طبعا احنا في نهاية الأمر لما اللاعب ما يرد على التليفونات وانت تطلع تقول يعني مثل المشكلة انه ما رد على التليفونات ولا جاء تمرينين ورا بعض، واحمد لاعب مهم مثل ما تفضلتوا يعني. صحيح. فلما يجي احد مثلا لو انت جيت قلت انه غاب من غير عذر واللاعب ما هو على تواصل معك، ممكن اللاعب يطلع يقول لا ما هو صحيح ان انا غايب من غير عذر، انا ارسلت رسالة فحواها كذا وكذا. فانت لازم تحسب كذا الاحتمالات انه النادي ما يقول كلام ما هو صحيح، خصوصا ان احنا سئلنا والاخ رئيس مدير المركز الاعلامي الاستاذ عبد الكريم الجاسر وقبل ذلك الامير نواف وسامي سئلنا انه هل صحيح انه الفريدي ارسل رساله، فما يمكن ان احنا نقول غاب من غير عذر وما في اتصال بينه وبين اللاعب. فرضنا اللاعب مصر على موقفه وبعدين لما قلنا غاب بدون عذر طلع قال لا انا ما يمكن اغيب بدون عذر، انا ارسلت رساله لفلان اطلب كذا وكذا وكذا. يعني ما المطلوب من الاداره انها تفعل غير ما فعلته. طيب ابو فيصل جزئيه اخرى لو سمحت ابو فيصل، جزئيه ما دعانا الى ان احنا
الشيء الثاني اللي انا ابغى اقوله، الاقاويل اللي طلعت انه في مشاكل حصلت بين سعد الحارثي بين احمد الفريدي، انا كنت على فكره بالمناسبه موجود في المباراه، كنت موجود بعد المباراه وكنت موجود في غرفه الملابس. الغرفه كان يعني يعمها يعني هدوء شديد او ان شئت اكتئاب شديد بسبب نتيجه المباراه، ولم يكن هناك اي مشاده بين اي لاعب ولاعب. هذا شيء أؤكده يعني ولست محتاجا أن يعني أن أخفف أمر حصل. احنا تذكرون في مرة سابقة حصل في أوزباكستان مشادة بين رادوي وطارق التايب، نعم. وأعلناها بصراحة لما سئلنا حولها. صحيح. يعني ما في ما يدعو أنك تخبي أمر مثل هذا. هذا أمر. طلعت أقاويل برضو عشان أقفل الموضوع هذا، ويعني انه احمد متضايق من تبديله، ومن انه هو يعني مستقصد في التبديلات او شيء زي كذا. انا احب اوضح انه احنا عندنا لاعب جلبناه بمبالغ طائله اللي هو يشيل ايمانه، يلعب في نفس خانه الفريدي. من اللي كان يلعب اساسي، الفريدي ولا ايمانه؟ الفريدي. صحيح. يعني فبالتالي وين الاستقصاد اذا كان هذا الامر؟ فكل هالامور مردود عليها. يبقى شيء اخير، اني انا بالنسبه لي احمد الفريدي اعتبره اخ صغير، واعتبر والده اخ كبير ايضا، وعلاقتي فيه ممتازه. وانا الحقيقه ما كان يعني مكمن استغرابي مثل ما قلت انه يعني الرجل هذا 4 سنوات لم يحدث ان حصلت منه مشكله مماثله، او انه غاب من غير عذر، او انه يعني تعرف انت تتوقع، يعني ممكن اتوقع التصرف هذا من اي احد الا احمد الفريدي. ربما هذا هو المزعج في الموضوع بالنسبه لي، ولكن في نهاية الأمر يبقى أحمد الفريدي ابن من أبناء نادي الهلال. نعم. وسنحل هذا الوضع اليوم إذا جاء التمرين إن شاء الله، يعني إن شاء الله بنحل الموضوع هذا بما يخدم يعني وفق اللوائح الداخلية، وبما يخدم مصلحة الهلال ويخدم مصلحة اللاعب. وسنراعي أمرين. الأمر الأول إنه إحنا ينبغي إنه نكون يعني نحفظ حقوق النادي، وفي نفس الوقت كمان ينبغي أن نراعي أيضا إنه ليست من عادات أحمد الفريدي أو شيمه أن يكون غير انضباطي، أو أنه يغيب عن تمارين. وفق ما أسلفت 4 سنوات لم نرى هذا الشيء منه. طيب سمو الأمير، إذا سمحت لي بس يعني عفوا، أنت في رأيك شو اللي دفع أحمد الفريدي إلى يعني إرسال رسالة المغيربي قال فيها أنا يا جماعة يا أروح برا يا أروح إلى نادي آخر، وفي نفس الوقت شو اللي دفع أيضا وكيل أعماله أنه يقول في مشكلة تعرفها الإدارة؟ ومن وكيل أعمال اللاعب لابد أن يدافع عن اللاعب. وبالمناسبة أنا سلطان البلوي لا أشكك في أنه من حقه أنه يبحث عن مصلحة وكيله ومصلحة لاعب ويدافع عنه، هذا دور الوكيل الطبيعي يعني. نعم. ولا أنا بالمناسبة لا أميل أيضا إلى نظرية المؤامرة، أنه سلطان البلوي يعني مستعرف، هذا كلام متداول، خليني أقولها على المفتشر، أنه هو لاعب في راس الفريدي ويبغى يروح نادي ثاني. ما أعتقد أن المسألة هذه صحيحة. في نهاية الأمر احنا يعني في وقت احتراف، ومن حق اللاعب انه يروح للعرض الافضل اللي يأمن حياته ويأمن مستقبله، سواء كان احمد الفريدي او غيره. وعمر يعني احمد الفريدي ولاعبين كثير لعيبه كبار ونجوم، ولهم قيمتهم ولهم جماهيريتهم ولهم عطائهم اللي ما احد ينكره، ولكن ايضا في انديه ايضا كبيره لا تتوقف على احد. فبالتالي من حق يعني احمد الفريدي ان يبحث عن الفرصه التي يراها مناسبه له، ومن حق وكيله أن يبحث له عن أحسن الفرص اللي تؤمن مستقبل اللاعب وتعود عليه بالنفع المادي الأكبر، وتعود على الوكيل أيضا بالنفع المادي الأكبر. هذا ما هو عيب. فأنا ما أعتقد أنه غياب أحمد الفريدي مثلا كما يقال بتحريض من سلطان البلوي لأنه مثلا شقيق الأخ الصديق منصور البلوي اللي كان رئيس الاتحاد وعضو شرف داعم له. ما أنظر الأمور بهالأمر، ولا أعتقد أو متأكد أن النظرة هذه موجودة، وأبرئ سلطان البلوي من ما قيل، لأنه حصلت بينه وبينه مكالمة. وهو يعني أنا سألته وش المشكلة، أنا شخصيا والله ما أعرف وش المشكلة اللي قال إنه بكرة بيحكي معاك أحمد الفريدي. أنا أقسم لك بالله العظيم إني لا أدري يعني ماذا دعا أحمد الفريدي من مشاكل لكي يرسل هذه الرسالة ويتوقف عن استقبال اتصالاتنا. أنا أقول اتصالاتنا لا أعني فيها التفخيم بأنه نحن، لا، اتصالاتنا كإدارة أقصد أكثر من شخص. فبالتالي أنا اللي أقوله إنه هذا أمر أنا بالنسبة لي كان مستغرب، لأن أنا ماني شايف حدث كبير يعني أو ظلم كبير على حسب ما أعرف. أنا في النادي كل يوم، ماني أنا مثلا والله رئيس نادي أروح للنادي كل أسبوع. أنا كل يوم في النادي موجود في التمارين.
موجود قبل التمرين وموجود بعد التمرين، واخذي ساعة ونص في مكتبي بعد كل تمرين، وعلاقتي باللاعبين متميزة جدا، وعلاقتي على وجه الخصوص بأحمد الفريدي متميزة جدا. جميل. فبالتالي يعني أنا سأؤكد لك أن لا أعلم ما الذي دعا أحمد الفريدي إلى أن يرسل هذه الرسالة، وما الذي دعاه إلى أن لا يرد على اتصالاتي لكي يخبرني لماذا أرسل هذه الرسالة. فبالتالي هذا كل ما في الأمر. جميل. سمو الأمير، بصراحة أنتم كإدارة في نادي الهلال أمامكم مباراة مهمة أمام الأهلي الأسبوع القادم يوم الخميس تحديدا، هل تضايقكم مثل هذه التصرفات من بعض اللاعبين، تحرج الإدارة وتسبب لكم نوع من الإرباك في مثل هذه الأمور؟ والله ما تسبب نوع من الإرباك. أنا أقول لك على شيء، في نهاية الأمر إحنا يعني يا جماعة الخير يعني نحن لسنا وضعنا ليس كما نطمح وليس كما يطمح جمهور الهلال، هذا بالتأكيد. ولكن في نهاية الأمر أو بداية إن شئت، إحنا عندنا 37 نقطة والشباب 38 نقطة والأهلي 39 نقطة. صحيح. وباقي في الدوري 10 مباريات، وكل فريق من هالفرق والاتفاق أيضا أظن 34 أو 35 نعم. على ما أعتقد نعم. يعني في عندك 4 فرق متقاربة جدا في النقاط. كل هذه الفرق أمامها مباريات صعبة، الهلال أمامه مباريات صعبة زي الشباب، للأسف مو زي الشباب، زي الاتحاد والأهلي والنصر والاتفاق، والفرق اللي في وسط الترتيب وتتذيل أصبحت أكثر صعوبة الآن، لأنه لو تلاحظ في عندك 4 فرق في الأخير متقاربة جدا. صحيح. فهذه حتصير تشكل صعوبة لأنها تخشى الهبوط. نفس الشيء بالنسبة للشباب، لسه باقي له الاتحاد والأهلي والاتفاق وبرضه الفرق اللي قلنا عليها، نفس الشيء الأهلي باقي له الاتحاد والهلال صحيح. والشباب والاتفاق. فأنت تتكلم عن دوري ما هي باينة ملامحه إلى الآن، وإحنا في نهاية الأمر في المركز الثالث بفرق نقطتين عن الأهلي. يعني إحنا ما إحنا في وضع كارثي. أنا اللي أحيانا أسمعه أوكي إحنا ما إحنا في وضع فني جيد، قاعدين نحاول نصلح الأمور هذه ونشتغل على الفريق، وإن شاء الله الأمور حتبان خلال الأيام القادمة إحنا ماذا سنفعل. جميل. ولكن في نهاية الأمر إحنا يعني وضعنا لما أسمع أحد يتكلم أحس إن إحنا يعني على الهبوط قبل الأنصار في الترتيب. طيب قبل الختام سمو الأمير سؤال مباشر، هل كانت عملية الاستعانة بصديق مثل ما كتب في الصحافة اليوم الرياضية معظمها عملية الاستعانة بالأمير بندر محمد والتواصل مع الفريدي هو اللي يعني رجع الأمور لمجاريها، ولا كان في تدخلات أخرى؟ والله أنا ماني شايف. يعني أنا في نهاية الأمر يعني مثل ما قلت لك، إحنا في نهاية الأمر اللي جعل الأمر يثار في الصحافة إن إحنا تكلمنا، يعني هو الأمر أثير، ماجد صححني إن كنت مخطئ، أنتم مهم من العصر ومن الظهر قبل ما يطلع البيان ما كان منتشر خبر الرسالة هذه؟ إلا منتشر. صحيح منتشر في كل مكان. شغالين صاحب هذا عدم رد الكابتن أحمد الفريدي على اتصالاتنا. ما كان عندنا خيار آخر غير أن احنا نعلن الموضوع. وأؤكد مرة ثانية أننا أبرئ وعلى يقين من أنه الرسالة لم تتسرب من خالد المغيربي ولا أي أحد من طرف الإدارة. هذا أمر أنا أؤكده ومتأكد منه، لأني أعرف خالد المغيربي من هو، أعرف واللاعيبة نفسهم يعرفون خالد المغيربي من هو، علاقته فيهم كيف وعمله كيف. صحيح. فبالتالي من هالمنطلق أنا أقول لك أنه لا، طبعا الأمير بندر بن محمد ما في شك نائب رئيس أعضاء الشرف وأخ أكبر وداعم النادي الهلال في كل المراحل. اتصل فيني يا أخي الأمير بندر وأبلغني أنه الأخ أحمد الفريدي اتصل فيه وأنه الأمور كذا كذا كذا، وأنه غدا سيحضر التمرين، وأنه الأمر أنه هو كان مستاء من مستواه، وكان مستاء أنه مستواه متراجع وفق كلام أخي الأمير بندر. وأنه هو متضايق وأنه هو تسرع، كانت لحظة عاطفية عندما بعث بهذه الرسالة، وأنه هو يعني ما كان وده أن الرسالة هي تطلع في الإعلام. شرحت للأمير بندر ما شرحت لكم إياه. وفي نهاية الأمر احنا ما لنا مصلحة أساسا. يعني أنا أقول ما يشفع لأحمد الفريدي فقط أنه هذه أول مرة تحدث. صحيح. سنحل الأمر وفق لوائح النادي. سنستمع أولا لأحمد الفريدي. أنا إذا أحسست أنه أحمد الفريدي يدرك حجم الخطأ اللي ارتكبه، بالتأكيد أحمد الفريدي يبقى أخ صغير بالنسبة لي. وفي نهاية الأمر أيضا لاعب من أبناء نادي الهلال. صحيح. بعد ما أستمع لأحمد الفريدي أستطيع أن أكون رأي يتخذ بعد ذلك موقف بصدد. سمو الأمير شكرا لك، يعطيك العافية.